ركبت وسابتني. والنبي ادعوا بالرحمة، ادعوا بالله عليكم وربنا يرحمها، ادعوا. احنا مش هندعي اللي هي ماتت. الله يرحمها ويسامحها يا رب. طالعة لايف على تيك توك وكانت راكبة عربيتها وما قدرتش تتحكم فيها، وفجأة عملت حادثة على الكوبري. كان المفروض يبقى حادث عادي بسيط وتكون بس خبطة عربية، لكن العربية كسرت جزء من الكوبري ووقعت من فوقه. اللي سرق موبايلها واللي سرق الكيس بتاعها ووقعت من فوقه. بعد وفاتها أسرتها حذفت كل فيديوهاتها وصورها من على السوشيال ميديا، والناس كانت ماشية مش مصدقة من الصدمة اللي حصلت. كمان بعد وفاتها كتير من اللي كانوا بيعملوا تيك توك قرروا إنهم يبعدوا تماماً عن السوشيال ميديا، ولو عملوا فيديوهات يعملوا محتوى ديني. النيابة اتحفظت على العربية وفرغت كاميرات المراقبة، واتعرف إن الحادث حصل علشان وهي سايقة كانت بتسوق بسرعة عالية، والنيابة أمرت بدفن إسراء روكا. التيك توكر إسراء مختار، وشهرتها إسراء روكا، واللي عندها 28 سنة، ركبت عربيتها لآخر مرة وعملت حادث في نص كوبري الحرفيين في اتجاه محور جوزيف تيتو بمنطقة النزهة. ما قدرتش تسيطر على عربيتها، وفي لحظة واحدة صرخت وبتستنجد بأي حد، لكن محدش قدر ولا حد لحق إنه يساعدها. كسرت جزء من جانب الكوبري ووقعت بيها العربية من فوق بمسافة 10 متر. ناس كتير كانت بتحاول تساعد وتجمعوا حوالين العربية وإسراء جواها، لكن ما كانتش قادرة تتكلم بسبب الأضرار الجسدية اللي تعرضت لها بعد ما وقعت بيها العربية في شارع جسر السويس وسط صدمة من كل الموجودين. الناس طلبوا الإسعاف على طول أول لما العربية وقعت، وناس تانية طلبوا الشرطة علشان يعرفوا إيه اللي حصل وتسبب في الحادث، علشان كانوا فاكرين إن في حد بيجري وراها. والشرطة بعد وصولها عرفوا إن ضحية الحادث هي البلوجر إسراء مختار والمشهورة بإسراء روكا، واتنقلت لمشرحة مستشفى السلام لأنها كانت فارقة الحياة. أعلنت أسرتها من خلال منصة تيك توك عن وفاتها بدون أي تفاصيل، وفي فيديو تاني أعلنوا عن يا ريت تدعوا لها بالله عليكم، يا ريت كل اللي بيحب روكا وما شافش منها حاجة وحشة يا ريت تدعوا لها بالرحمة. بالله عليكم ادعوا لها بالرحمة، بالله عليكم ادعوا لها بالرحمة. احنا مش عايزين اكتر من كده. وهي لما طلعت جست وكله بيتكلم اللي هي طلعت جست اول يوم، هي عندها اطفال واصحابها هم اللي اصحابها اللي في الابلكيشن هنا هم اللي طلبوا من اختها اللي هي تطلع على الجست. ركبت وسابتني. والنبي ادعوا بالرحمة، ادعوا بالله عليكم وربنا يرحمها، ادعوا كله يدعي لها بالله.